ام كلثوم مع القهوه وغلبت صالح في روحي. قصه شهيره مرتبطه بالاغنيه دي، يا ترى عارفها؟ تعال اقول لك الحكايه. 16 اكتوبر 48 بدأ حصار الضباط المصريين في الفلوجه اثناء الحرب، حرب 48 برضه. قام الضباط اثناء حصارهم بارسال تلغراف لحيدر باشا، كان وقتها وزير الحربيه، بيطلبوا فيها ايه؟ طلب غريب جدا على محاربين قاعدين في الجبل وخيم ومحاصرين. ايه الطلب؟ كانوا عايزين الست ام كلثوم تغني لهم اغنيه اصالح روحي. الحكايه دي قالها الكاتب الصحفي الكبير مصطفى امين، اللي تولى نقل رغبه الضباط اللي موجودين في الفلوجه لام كلثوم شخصيا، واللي ما كانش يعرفها بالمناسبه وقتها، ونفذت من غير نقاش، وردها كان بصوتها العظيم طبعا موافقه، وحصل المراد. على الناحيه الثانيه كان الضباط المحاصرين بيقولوا انها مش هتغني، ايه يعني اللي هيخليها تسمع طلبات ناس موجوده في الجبل؟ الا واحد بس قال بنبرته الرنانه الشهيره اللي كلنا نعرفها، قال هتغني لانها بنت جدعه. ده كان الرئيس جمال عبد الناصر. بالمناسبه حصار الفلوجه كان من لوحات الفخر للجيش المصري، اللي استمر حصار قواته من جانب الصهاينه لمده جايز وصلت 130 يوم كامله. جيش متحاصر بيقاتل وهو محاصر، ما استسلمش رغم قله الموارد، سواء الموارد الحياتيه او حتى الموارد في السلاح.